مجددا استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة دوليا، ما أدى إلى فقدان 17 مقاتلا ومقاتلة من قوات الدفاع الشعبي هاباجي لحياتهم في مناطق الدفاع المشروع. إن انتهاكات الدولة التركية وتصرفاتها اللا أخلاقية واللا قانونية المخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية من خلال ارتكابها المجازر واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا يوما بعد يوم يتم الإثبات بالأدلة والمشاهد المصورة استخدام جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيميائية، والتي ترتكب بتوجيهات وأوامر من الجيش التركي وسلطانهم أردوغان، وبارتكاب قواتها والميليشيات السورية التابعة لها انتهاكات وفظاعات تشمل القتل والخطف والاحتجاز القسري والتعذيب والنهب والتدمير. ولكن لم يسبق أن تحركت أي جهة دولية للدفع باتجاه التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي تحصل، على أن يتم طمس الحقائق وإسكات صوت الحق. وإن الصمت الدولي ما هو إلا دليل واضح على ازدواجية المعايير الدولية التي تغض النظر عن انتهاكات وجرائم الدولة التركية التي أصبحت تتصرف بشكل منفلت، ضاربة كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية بعرض الحائط، رغم القوانين الدولية التي تحرم استخدامها والتي تعد تركيا طرفا فيها، ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1993 التي تحظر احتياز أو القيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال السلاح الكيميائي، وبروتوكول جنيف عام 1925 بشأن استعمال الغازات الخانقة والسامة أو ما شابهها من الوسائل الجرثومية في الحرب، كما وتنص القاعدة 47 من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي على أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وجميع البروتوكولات ذات الصلة تسري على المنازعات الدولية والغير دولية. وحسب ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 استعمال السلاح الكيميائي والغازات السامة والخانقة هي جريمة حرب. رغم جميع تلك الاتفاقيات إلا أن تركيا استخدمت السلاح الكيميائي وخالفت القوانين علنا، وهو ما يثير مخاوف سكان المنطقة الذين يخشون من مجازر جماعية. وإن استخدام السلاح الكيميائي تعد جرائم ضد الإنسانية، وإن جميع العمليات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي في مناطق كردستان العراق منذ عام 2021 تحمل دلائل وثبوتيات لآثار استخدام الأسلحة الكيميائية والتي ترقى إلى جرائم الحرب وفق القوانين الدولية. وجميع المشاهد المصورة التي ظهرت إعلاميا وما وجدته رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية من أدلة ومواد بالقرب من مناطق هجرها الجيش التركي تؤكد صحة هذه الادعاءات. إنما تقوم بها الدولة التركية من انتهاكات جسيمة وارتكابها جرائم حرب في داخل التركي وخارجها، واستمرارها في عمليات القصف الجوي والمدفعي في مناطق الدفاع المشروع الذي لم يسلم منه البشر والشجر والحجر، وجرائم وتجاوزات الدولة التركية العلنية والصريحة وارتكابها جرائم حرب في سوريا والعراق وفي الداخل التركي من اعتقال وقتل وتنكيل رغم التنديدات المستمرة. إن الإرهاب الحقيقي تمثلها الدولة التركية بكامل أركانها بجرائمها الوحشية وانتهاكاتها الجسيمة، وسجن إمرالي ومناطق الدفاع المشروع خير دليل على ذلك، في حين أن قوات الدفاع الشعبي تناضل في إطار الحق بالدفاع عن النفس النابع من القانون الدولي. أن تدافع عن أرضك وشعبك يعد نضال الأكثر شرعية وشفافية وشرفا في العالم. إننا في منظمة حقوق الإنسان ولجنة توثيق الانتهاكات واتحاد الأطباء في إقليم الفرات ندين ونستنكر الانتهاكات والتجاوزات التركية المستمرة، والتي أصبحت تهدد الأمن والسلم الدوليين بشكل علني وصريح، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المنطقة برمتها لتنفيذ مشاريعها العثمانية بتواطؤ من بعض الدول والجهات. كما ونناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى وقف تلك الأعمال العدائية واللا إنسانية ضد البشر والبيئة ومحاولته إبادة الشعب الكردي كما فعلوا سابقا إبادة الأرمن. كما ونطالب الأمم المتحدة ومنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية بالعمل الجاد وضرورة فتح تحقيق شامل ومحاسبة الدولة التركية والجهات المتورطة باستخدام ونقل وتوفير هذه الأسلحة، والذي يعد انتهاك صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وينبغي أن يلاحقه المجتمع الدولي قانونيا بارتكابه جرائم حرب. منظمة حقوق الإنسان في الفرات، لجنة توثيق الانتهاكات في إقليم الفرات، اتحاد الأطباء في إقليم الفرات بتاريخ 25/10/2022.